زي ما احنا شايفين كده على الشاشة، ده الإمام بيسموه اسمه شمس البحري في دولة إندونيسيا في مسجد اسمه العلا. ركع بالناس في الصلاة زي ما احنا شايفين، وهذا تصوير الكاميرات الخاصة بالمسجد. ركع وأطال الركوع، وما شاء الله ظهره مستوي وركوعه جميل. ثم رفع من الركوع فرفع الناس خلفه، ثم كبر ساجدا وسجد على الأرض فسجد الناس خلفه زي ما انتم شايفين السهم بيشير عليه. سجد وأطال السجود. ركزوا يا إخواني على قدمه، ركزوا على رجله، شوفوا كيف بدأ علامات خروج الروح تحل عليه. بدأ جسمه يضطرب وهو ساجد ومتماسك في سجوده، وبدأت الروح تؤخذ من جسده وهو ساجد بين يدي ربه، لدرجة الناس اللي وراه بدأت تقلق وترفع راسها تشوف هو إيه اللي حصل ولماذا أطال. وزي ما احنا شايفين كده الإمام فاضت نفسه إلى الله ثم سقط على وجهه في الصلاة، فقام الناس في الصلاة. والعجيبة إن المؤذن شوف يدخل ويكبر ويكمل الصلاة، والناس بتكمل الصلاة وهيتركوه ميت لحد ما تنتهي صلاتهم. يعني كأن صلاتهم أهم من روح هذا الإنسان الذي مات. ولما نخلص صلاتنا نبقى نشوف ماذا حدث له. هذا المشهد الذي رأيتموه أيها الإخوة الكرام حدث بالأمس في إندونيسيا، وهي دولة إسلامية. حدث في مسجد العلا، والإمام اسمه شمس البحري توفي رحمة الله عليه وهو ساجد. من عاش على شيء مات عليه.